السلام عليكم. في الفيديو ده هنعرف ازاي نعمل المج ده بالتفصيل، وكمان المج ده هقول لكم عليه هنت كده ازاي عملته. السلام عليكم يا هلا. عايزين بقى نعمل الثلاث مجات دول ان شاء الله. جبت يعني واحد يكون نازل على ضيق كده عشان نشوف ممكن ايه الافكار اللي نحطها عليه، والاسطواني العادي خالص، وده برضو يعتبر اسطواني بس اسطواني مطيبل كده كده احسن. وزي ما اتفقنا قبل كده هحتاج ميه فتره ومنديل والسباتولا والمقص. وكوبايه اي حاجه نشربها، انا عشان عيانه فعامله ليمون بالعسل. ودي برضو مج لسه عاملاه، فكرته حلوه برضو ان هو مش ابيض، هو بينك بس عادي. لما حطيت عليه ديكال فهو برضو اللون ظاهر فيه وحلو، بس مش هينفع معاه صور، هو عشان مقرب كده مضلع يبقى عايز كتابه، والكتابه تبقى ستريت على الخطوط برضو، يعني قلت تغيير. انا قلت اعمل معاكم كذا بروجكت عشان نشوف حاجات مختلفه برضو. بصوا كده اللي حصل في الكتابه دي عشان تتفادوها. انا عملت ديزاين على الموبايل على اساس ما كنت مستصعبه شويه على الفوتوشوب، بس طلع مبكسل خالص لما نقلته على الفوتوشوب، فعملته بقى على الفوتوشوب تاني. لا طلع ظريف يعني. طيب ممكن نبدا بدون انه سهل لحد كبير. نحاول بقى ما يكونش القص بتاعنا ستريت علشان ما يبانش الحروف بتاعته لو حد جاي يعني يبص كده في الضوء ما تبقاش باينه. يعني نحاول نمشي على الكلام كده ونشيل الابيض على قد ما نقدر. هو طبعا كده كده الابيض مش هيبان وهيكون شفاف، بس برضو الحدود بتاعته لو ستريت قوي هتبان. انا هحاول على قد ما اقدر اخليه معرض زي ما بنعمل في الديكوباج العادي. يعني لو في حد هنا ليه خلفيه عن الديكوباج، المنديل دايما نخليه معرج ونخليهوش ستريت علشان ما تبانش اطرافه على قد ما نقدر يعني. المج ده هعمله على اللي هو نازل لتحت كده تمام، عشان يعني الكلام ما فيهوش مشكله. لو عملت صوره مربعه هتلاقيها من تحت كرمشت، لان ده مش اسطواني. الاسطواني هو اللي ممكن نحط عليه الصور المربعه، وهنعملها مع بعض برضو. على ما يفك كده نعمل التاني برضو. الاول بقصه اي حاجه وبعدين ابتدي بقى ايه اظبط على قد ما اقدر. برضو في معلومه حلوه انا اتعلمتها، ان عشان اكتب بالتشكيل انا كنت فاكره ان الفونت هو اللي بيبقى بالتشكيل، بس لا، انا طلع ان انا المفروض اكتب الكتابه بالتشكيل، بس انا مش بعرف اكتبها على الكمبيوتر بالتشكيل، فكتبتها على الموبايل بالتشكيل ورحت بعتها لنفسي على الواتساب، والجيش قالك اتصرف. انا بتصرف الصراحه. ممكن بقى يعني يكون حد شايف الحاجات دي يعني في طرق اسهل، بس يعني اللي بيجي بقى في دماغي في الوقت ده وبيمشي يعني بيمشي حلو، فقلت اقول لكم برضو على الفكره دي. ساعتها بقى الفونت يعني هياخد التشكيل بتاعك وهيكمله عادي، مش هيقول لا. انا كنت منضفه الكوبايه كويس عشان ما يبقاش عليها اي تراب، وغسلاها وكده. برضو الحلو لو حطيت عليها ميه عشان اقدر احرك الديزاين براحتي. ابتدي بقى اشيل كده. هنا بقى الورقه دي نزلت تحت، بحاول بقى بخفية ايد كده افردها. ممكن
يلا هنحركها كده شوية. دي فايدة المية بقى اللي بتبقى تحت، عشان اقدر احركها بسهولة متكلكعش مني. يعني لو هو بيشرب كده يبقى شايفها كده قدامه متوسطنة. حلوة كده تمام. هنبتدي بقى نعمل ايه، نجيب المنديل وننشف كده، ونجيب السباتيولا نخرج الهواء، نمسك من ناحية من تحت انا ماسكة، ومن فوق فضي الهواء من النص لبره ممكن لفوق. لازم طبعا نفضي الهواء كويس جدا، علشان لو اتحرقت وهي فيها بابلز بتبقى مش حلوة وبتبان يعني. وبقعد اعكسها في الضوء كده عشان اتأكد ان مفيش حاجة فيها هواء. ولو اضطريت حتى ان انا يعني انتشها كده بضفري مش هيحصل حاجة، كأني بفرقع البابل دي يعني. المهم انه ميبقاش فيه بابل بس. معلولة ولا ايه؟ انا حاسة انها مايلة شوية. ماشي، نعمل الناحية التانية بقى. طبعا فصلت بالثلث يعني. طبعا مش صح اللي حصل ده، مكانش المفروض حطيتها بدري قوي كده، بس كويس ان ده حصل برضه عشان نشوف يعني لو الحاجة فكت مننا خالص نعمل ايه. وهنا برضه نلفت شوية. هبتدي بقى اعدلها في الوضع اللي يبقى فيه اللي بيشرب. شايف الحاجة معدولة ومظبوطة ومتوسطنة كده على قد ما نقدر كده مثلا. حلوة كده قوي. نبتدي بس ننشف كده عشان نعرف بالسباتولا. لازم طبعا نكون ماسكين من تحت، عشان لو مش ماسكين هتجري مننا. نخلي بالنا من ورا برضو ما نبوظهاش. انا حاسه انها في حته هنا ملفوفه شويه. تعالوا نبله تاني عشان يظبط معايا كده. اتحرك شويه. ماشي، وبرضو هنا نفس الكلام. لفت هنا برضو لفت. بالمناسبة الطباعة هنا بتطبع عادي، مش ميرور، عشان كان في ناس على اليوتيوب بيقولوا انها بتطبع ميرور. لا، بتطبع عادي. الميرور بتطبع للترانسفير، او تعملي ترانسفير او ورق التاتو ده. لكن الديكيل الشفاف اللي على النقص ده نعمله لا ورق، بنطبعه من غير اي ميرور يعني.
زي ما انت شايفاها قدامك هتطبع وهتتلزق. خلي الابيض بس تحت وتشيلي واحده واحده. نبتدي نفرغ بسباتيولا كده، نسيبه ينشف بقى ساعه على الاقل، وبعدين نبتدي نحطه في الفرن. ده كده الحمد لله خلص، نسيبه ينشف ونعمل الباقي. مع السلامه. ودي كانت النتيجة بعد ما حطيناه في الفرن 200 لمدة ربع ساعة وغلفناه. وده المج اللي حكيت لكم عنه برضو. هناخد تفاصيل الديزاين في فوتوشوب كورس.